الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني. اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل سهراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بداية السينما في مصر وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. العمل اللي معانا النهارده فيلم العار. الفيلم عرض عام 1982، التأليف لمحمود أبو زيد والإخراج لعلي عبد الخالق. يا ست بيقول لك كل حاجة غليت دلوقتي. وانت مالك انت؟ يا حاج عبد التواب، يا عم الحاج، يا عم الحاج. في ايه يا ست؟ بعد ما لفت لها اللادن عايزة تدفع 3 جنيه وهو تمنه 5. 5 وخمسة يا اخوي، امال انا هبيعه بكام؟ بعد ما عبيت بواكي واضغ بيه في الشوارع، ده انا بجري على يتامى يا حاج. حاضر يا ستي، اديها اللادن يا بنداري. ان شاء الله يخليك ولا يحرمناش منك يا رب. بس احنا كده بنبيع بالخسارة يا حاج. ما هي دي الحسنة المخفية يا ريس بندائي، ربنا يوسعها عليك كمان وكمان. طب خلي حد من صبيانك يخطف رجله لحد المخزن وينده لابو دقشوم وحسن الدفاس. من عناية يا حاج. تعالى يا علاولة، خليهم يسيبوا اللي في ايديهم ويجوني على طول. بتدور أحداث الفيلم حول عبد التواب تاجر العطارة المعروف بالتقوى اللي بيجي اسكندرية عشان يتفق على صفقة مخدرات بيدفع فيها ثروته كلها، وهو راجع بتحصل حادثة وبيموت، وبيعترف ابنه الكبير كمال بحقيقة مصدر ثروة العائلة، وبيقف الجميع أمام اختيار صعب ما بين إتمام الصفقة والحصول على المال أو رفض الصفقة من الأساس وضياع الميراث. اهلا كمال بيه. سايب شغلك ورايح على فين يا واد علاولة؟ عم الحاج بعتنا ندهله ابو دقشوم وحسن الدفاس من المخزن. طب ما تغيبش. حمامه ورشه بيرفرف يا كمال بيه. مع ألف سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت فين يا سي كمال؟ في البنك. وعملت ايه؟ مدير البنك وافق واعتمد الطلب. كتر خيره، راجل ذوق. بس هو مستغرب ازاي نتنازل عن فوائد المبلغ اللي سحبناه. حد الله ما بيننا وبين الفوايد. وفيها ايه لو كنا خدناهم؟ دول 30,000 جنيه. أعوذ بالله، ناكل ربا؟ لا، قصدي كنا ضفناهم لحساب الزكاة والصدقات، وهو الفقراء والمحتاجين أولى من البنك. الزكاة والصدقات ما تجوزش إلا من المال الحلال يا سي كمال. لقد أحل الله البيع وحرم الربا، ربنا يكفينا شره. أنا فاهم يا بابا، بس كنت عاوز أقول قول آمين. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدة فاس. فتحت أمرك يا عم الحاج. أمال فين أبو دقشوم؟ وصل مشوار صغير وزمانه جاي. طيب جهز نفسك أنت وهو، وادوا خبر لطلبة يجهز العربية عشان هنسافر اسكندرية بكرة الصبح. حاضر يا عم الحاج، تحت أمرك. متشكر. ما تخلي حضرتك مرتاح واسافر أنا أقضي الشغلة دي. ومين قال لك إني تعبان يا أخي؟ أهي فرصة نشم هوا وناكل أكلة سمك على البحر. إذا كان كده يبقى بألف هنا وشفا يا بابا. بس إذا سمحت ما تنسانيش بشوية جمبري طعمين وأنت راجع بالسلامة. حاضر يا سيدي، بس أنا ملاحظ إنك بتاكل جمبري كتير يا واد أنت. إيه الحكاية؟ حكاية إيه بس يا بابا؟ حكاية إيه يا بابا؟ يا واد أنا عجنك وخبزة. قول لي. نعم. إيه رأيك في العروسة اللي والدتك منظرة لك عليها؟ ما أنا سبق وقلت لحضرتك ماليش نفسي أعيد تجربة الجواز دي مرة تانية. تبقى غلطان وما تستاهلش أجيب لك جمبري معايا. ليه بس يا بابا؟ الجواز شيء مهم يا كمال، ده غير إنه نص الدين، وأنا أحب إنك تكون راجل متجوز
لان العزوبيه ضياع، وانت مسؤوليتك كبيره من بعدي. ربنا يبارك لنا فيك يا بابا. هقوم الحق صلاه الظهر في سيدنا الحسين وبعدين هروح. اذا عوزت اي حاجه اتصل بيا في البيت. مع الف سلامه يا بابا. ادعي لنا معاك. بيت العيلة في اسكندرية كان في حي العجمي، وهو المكان اللي كانوا بيستلموا فيه الصفقات. حي العجمي بيقع على بعد 20 كيلو متر غرب اسكندرية. كانت بداية حي العجمي مصيف للنخبة في مصر، وفي العجمي عدد من الآثار، من بينها القلعة الفرنسية اللي بنيت خلال الحملة الفرنسية، وكمان العديد من أبراج المراقبة اللي بنيت في عهد الدولة العثمانية. سري ما تقول يا استاذ ولا اقول انا؟ كنت فاكرك اعقل من كده بكتير. لا وانت الصادق، كنت فاكرني اهبل وبرياله، وهتكلفتني بحدوته بلدي من حواديت السيما الترس اللي بتتفرج عليها. ما تفهمونا يا جماعه ايه الحكايه؟ مش معقول كده. الاستاذ لا مش هسكت. كتابه ضلالي. اتكلم يا شكري. البيت بعد ما سرقنا بالتوكيل اللي معاه بيدعي ان ابونا كان تاجر مخدرات، وان حاطط ثروته كلها في الضاع. قال ايه؟ لسه جايه في السجن. وطبعا دي الحلقه الاولى. الحلقه الثانيه بقى انا عارفها قبل ما يالفها. البضاعه هيفرضها البوليس وتبيع الثروه، يعني يشفطها سيادته ومفيش حد فينا يقدر يفتح بقه بكلمه. مش كده يا بهلاوه؟ كفايه. ايه الكلام ده يا كمال؟ ساكت ليه؟ انت قلت كده على ابوك؟ ليه عملت كده يا شكري؟ رد عليا. انت قلت على ابوك الكلام ده؟ ايوه، هي دي الحقيقه اللي كنت مصمم اخبيها عنكم طول عمري، عشان ادفن مع ابويا في تربته السري اللي اتمنى عليه من 20 سنه. قطعت لسانك. قول انك كنت بتلعب في الحرام وراه. ما تفتنيش على الراجل الطاهر اللي عاش ومات والناس كلها بتحلم بشرفه وسمعته. يا كذاب يا مخرج. هدي نفسك يا امي، مش كده. مش اطلع بره. تعالي مش بس. عاوز اشوف وشك. مش عاوز اشوف وشك. حاضر ايه حاضر نحط عيني اوان اوان. سامحني يا بابا. هم اللي اضطروني لكده. تعالوا نتعرف مع بعض على سبب تسمية شواطئ العجمي، المنطقة اللي دارت فيها أحداث فيلم العار اللي كان بطولة نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، نورة، أمينة رزق، إلهام شاهين، عبد البديع العربي، صلاح نظمي، محي الدين عبد المحسن، وطارق الدسوقي. الموسيقى التصويرية للفيلم كانت لحسن أبو السعود. جمال هو المسؤول لانه شريك اصلي في الجريمه. مسؤول عن ايه؟ يجيب لنا حقنا ونصيبنا لغايه عندنا. نصيبنا في ايه؟ الله، في مال ابونا. مال ابونا الحرام. انا فكرت ووصلت النتيجه. نتيجه ايه؟ افرض ان بابا ما كانش باع الاملاك ولا سحب رصيده من البنك ولا يدين المحل ومات قبل ما يطربقها فوق دماغنا بالشكل ده. كان هيحصل ايه؟ مش كان طبيعي هنورث كل حاجه ميراث شرعي على سنه الله ورسوله؟ طبعا. والميراث اللي كنا هنورثه ده مش كان بالنسبه لنا هيبقى حلال 100%؟ اكيد، لاننا ما نعرفش مصدره. هنفرض بقى ان احنا ما نعرفش مصدره لغايه دلوقتي وهنسيب كمال يتصرف. ايه اللي بتقوله ده يا شكري؟ ما تعقدهاش بقى يا عادل. انا ما صدقت وصلت الحل ده بعد تفكير مرير. ما هو ده حل يا استاذ. صراحه انا ما اقدرش على بهدله نفسي وبهدله اولادي وتربي ولادك بمال حرام. ما انا برضه فكرت في المساله دي ووصلت فيها النتيجه.
وايه هي؟ انا معاك ان المال ده حرام 100%. كويس انك وصلت للنتيجه دي. لكن حرام بالنسبه لمين؟ تقصد ايه؟ المال ده حرام بالنسبه لبابا وبالنسبه لكمال بس، لانهم هم اللي تاجروا في مخدرات. انما احنا ايه بقى؟ ضحايا، ابرياء، ما ارتكبناش اي جريمه في سبيل الحصول على مال حرام. شاطئ البيطاش الاسم نسبة إلى الشيخ محمد العجمي البيطاش وهو مغربي الأصل. أما شاطئ بيانكي فهو نسبة إلى مواطن سويسري اللي أسس إحدى الشركات في منطقة بيانكي عام 1952. أما شاطئ الهانوفيل فينسب إلى مدام هانو اللبنانية الأصل وهي أول من أقام في المنطقة. شاطئ سيدي كرير نسبة إلى سيدي كرير الجزائري الأصل واللي جه لمصر لتدريس علوم الدين وأقام في المنطقة. أما شاطئ أبو تلات فهو نسبة إلى الأشقاء الثلاثة اللي كانوا يمتلكون معظم أراضي المنطقة. وده ايه ده؟ زي ما انت شايف جهاز ايه يعني؟ لاسلكي عشان نستقبل بيه اشارات وتعليمات المركب اللي هتوصل بالبضاعه الليله. يا دي المصيبه السوداء، الجهاز ده تهمه لوحده. ايه؟ تهمه؟ طبعا دي قضيه امن دوله. يا نهار اسود ومنيل. لا كله الا كده. شيل الجهاز ده من هنا حالا. وبعدين معاكم بقى اطلعوا من دماغي خلوني اعرف اظبطه. تظبطه؟ يلا بينا يا شكري، يلا بينا يا عادل. يلا بينا يا شكري نرجع مصر قبل الفلوس ما يظبطوا ويظبطنا معاه. احنا مش قد اللعبه دي. اسمع كلامي. اسكت، مش عايزك تفتح بوقك بكلمه. هو لعب عيال ولا ايه؟ يا ابو كمال انت بتزعق قوي كده ليه؟ الشغل شغل، انا ما غصبتكوش على حاجه، انتوا اللي خليتوني اعتمد عليكم برغبتكم، ومشوارنا هنكمله خطوه بخطوه للنهايه. ويكون في علمكم انا الصبي اللي يخسع معايا او يخلى بيا مش هيلاقي غير رصاص مسدس في قلبه. الله، هو جرى ايه يا كمال؟ اسكت من دلوقتي، مفيش كلام من غير اذن، والتعليمات اللي اقولها تتنفذ بالحرف الواحد. احنا مش جايين نهرج هنا، ده شقة عمري ومستعد اكسر العالم عشان اوصل له. طب بس نازل المسدس ده. قلت مفيش كلام من غير اذن. رؤى، بنت يا رؤى. نعم يا سي كمال. نعم يا سي كمال. حضري العشاء. حاضر. بعد ما تتعشوا عارفين هتناموا فين. مش مطلوب منكم حاجه الليله دي. عايزكم تناموا كويس وتريحوا جسمكم عشان تستعدوا للمجهود الكبير. مجهود نوعه ايه؟ بعدين هتعرف. كل خطوه وليها تعليماتها المحدده. اتفضلوا دلوقتي على الصبح. ما تنسوش تشربوا اللبن. مش هشرب اللبن. ايه؟ ما بحبوش. فيها حاجه دي يا ابو كمال؟ احتل فيلم العار المركز رقم 56 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية. حصل كمان على جائزة الإخراج في مهرجان مانيلا السينمائي الدولي. حصل الفيلم على 3 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وهي جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو. وحصل أيضا على جائزة أحسن فيلم في المسابقة الهامشية اللي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس للأفلام المصرية عام 1982. يا عمري لا، مش عيب ابن الحاج عبد التواب ما يعرفش اصول التخزين؟ التخزين كان من اختصاص الدفاس وابو دهشوم. في حد في الدنيا يحط مخدرات في صفيحه ويسيبها 15 يوم في ميه مالحه والعمل يا فسواني يعوض عليك ربنا. عادل ايه انزل معايا الملاحه. ملاحه؟ الملاحه والملاحه وحبيبتي ملوت الراحه
حصر علينا حصر علينا ملاحة والملاحة حبيبتي بلوي بالراحة من العشق ياني والرمل سهراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. من العشق ياني يبقى جاهز.